قرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ماذا قال؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا منتهى العدل، وفي نفس الوقت إن الملك يبقى إذا كان الفاسق والمجرم يخاف من سطوتك، والكريم الفاضل يرجو فضلك. يبقى الملك، تبقى إدارتك، تبقى سياستك، يبقى نفوذك في الأمر إذا كان ذوي الصلاح يؤمنون منك وأهل الفجور يخافون منك. أما إذا كان أحد من الناس يحكم لا الفجار يخافونه ولا الكرام يؤمنون فيه لن يستمر ملكه. لهذا قال العبد الصالح أما من ظلم فسوف نعذبه. ظلم بماذا؟ بالشرك. فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن، وهذا يدل على أن الظلم الأول مقصود به الشرك. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ومنها يستنبط أن الأصل في الجهاد المقصود به ليس استرقاق الناس ولا توسيع الرقعة ولا اتخاذ الأراضي ولا زيادة السلطان، وهذا كله لم يصلح ذو القرنين، وإنما المقصود أن يدخل الناس في الدين، فإذا دخلوا في الدين تحققت الغاية من رفع السيف عليهم. واضح؟ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قال الله جل وعلا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها، أي الشمس الآن انتقل من المغرب إلى المشرق، تطلع على قوم لم نجد لهم من دونها سترا، أي أنهم في فقر شديد يسكنون بيوتا وكهوفا وصخورا، ولم يذكر الله جل وعلا شيئا عن أمرهم هنا. قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم قال ثم أتبع سببا، أخذ بالأسباب ومضى حتى إذا بلغ بين السدين. أين ذو السدين؟ لا ندري، ويرجح أنها في أذربيجان جهة الاتحاد السوفيتي، ويقال غير ذلك، وقلنا أغفل الله المكان هنا. لكن السدين هنا هما الجبلان العظيمان. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، ضعاف عقول، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا أي هؤلاء يا ذا القرنين، طبعا نصبت ذا لأنها منادى مضاف وهو من الأسماء الخمسة ينصب بالألف. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. الآن من المشتكي؟ هؤلاء القوم الذين نعتهم الله بأنهم لا يكادون يفقهون قولا، قوم بدائيون. يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. من يأجوج ومأجوج؟ اختلف الناس فيهم كلام كثير، لكن أظهر الأقوال أنهم قبيلتان من نسل يافث ابن نوح على نوح السلام، من نسل يافث ابن نوح عليهم السلام. وبعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهما في رحلة الإسراء والمعراج حتى تقوم عليهما الحجة، وهذا لا يبعد لكنه لم يثبت، وهذا لا يبعد لكنه لم يثبت. قال الله جل وعلا على لسانهم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا عطية على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ماذا قال؟ الآن هذا ملك سياسي دبلوماسي، قال أولا متصل بالله، قال ما مكنني فيه ربي خير، فحمد الله على ما أعطاه ورفض الخراج. لماذا رفض الخراج؟ كنت أحسب قديما في أول علم التفسير أنه رفض الخراج لأنه لا يريد أن يأخذ مع استغنائه، لكن الذي بدا شيء آخر، وهو أنه رفض الخراج حتى يستفيد من قوتهم البدنية. والمعنى أنه لو قبل أن يأخذ الخراج لأوكلوا إليه بناء السد أشبه بالعقد بينه وبينهم وهم ينتظرون صنيعه، لكنه علم أنهم قوم لا يكادون يفقهون قولا، ومن كان قويا في بدنه وغير مكتمل في عقله لا يحسن بك أن تعطل الفائدة منه، استخدمه بما يتفق مع شخصيته. فقال لهم ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، أي بقوة أبدانكم، وما أعطاكم الله من قوة وجلد وحمل أعينوني به. أما العقول قال الله من قبل لا يكادون يفقهون قولا. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم، أي وبين يأجوج ومأجوج ردما،
آتوني زبر الحديد. زبر الحديد يعني قطع الحديد، والزبر في اللغة الكتابة. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. الصدفين الجبلين العظيمين. وهنا في نقطة يعني فائدة نعرج بها. يقول الناس إذا لقوا أحدا على غير ميعاد قابلته صدفة، وهذا خطأ. ما أتكلم عن خطأ شرعي، معروف كل شيء بقدر الله، لكن صدف الرجل عن أخيه بمعنى أعرض عنه. واضح؟ تقول قابلته مصادفة يعني على غير اتفاق، ما تقول صدفة. صدفة يعني إعراض. تقول قابلته مصادفة، لا تقول قابلته صدفة. قال الله جل وعلا حتى إذا سوى بين الصدفين قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ذكر الله نفخ النار، وذكر أنهم أفرغوا عليه القطر، والقطر النحاس المذاب. غاية الأمر أنه خطط ونفذ بمعونة أبدانهم وكمال عقله واتحاد جيشه على أنه بنى في تلك الفجوة التي ما بين الجبلين العظيمين التي كان من خلالها تأتي قبائل يأجوج ومأجوج، بنى من خلالها عليه السلام بنى سدا منيعا مكونا من نحاس مذاب ومن حديد ومن صخر. قال بعد ذلك قال هذا رحمة من ربي أي لكم، لأن الله جل وعلا بهذا الردم حماكم من أذى يأجوج ومأجوج. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي أي عند قرب قيام الساعة وتؤيده آية الأنبياء واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا قبلها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذا سيأتي في الدروس القادمة. يأجوج ومأجوج قلنا قبيلتان من نسل يافث بن نوح. قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بين أصبعيه السبابة الإبهام والسبابة صلوات الله وسلامه عليه. وهم أمة من الأمم الله أعلم بعددهم، ليس لأحد بهم قدرة، كما يوحي الله جل وعلا لعيسى عند خروجهم يخرجون يشرب أولهم بحيرة طبرية فلا يبقي لآخرهم شيء، فيأتي آخرهم فيقول كان هنا ماء، يأمون النشاب إلى السماء يرد الله رأس الرمح أحمر، فيقول بعضهم لبعض غلبنا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء، وهم فتنة من أعظم الفتن. ويفر عيسى والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور يدعو عليهم يصيبهم النغف في رقابهم يموتون موتة رجل واحد، ثم تأتي طيور تحملهم، ثم ينزل الله مطرا ليس لأهل زرع ولا ضرع يغسل الأرض من نتنهم، ثم إن المؤمنين الذين ينزلون مع عيسى يشبون النار يوقدون النار من قسي يأجوج ومأجوج سنين طويلة، مما يدل على أنهم تركوا أسلحة كثيرة، وهذا يدل على كثرتهم. هذا ما يمكن أن يقال عن يأجوج ومأجوج، ويمكن أن يقال عن هذه الآيات المباركات التي شرعنا فيها بيان قصة كريم الله موسى مع العبد الصالح الخضر، ثم ذكرنا إجمالا نبأ الملك الصالح ذي القرنين وما مكن الله جل وعلا له في الأرض، وأن الأصل في جهاد المسلمين هو قضية دخول الغاية الكبرى أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول هذه السورة الكريمة. بقي لنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنختم بقول الله تعالى حتى قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله حقا وكان وعد ربي حقا. وندخل على قول الله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ثم نذكر أهل الجنة ومآلها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ثم نذكر إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم الفرق ما بين كلام الله وكلام المخلوقين. ثم نذكر خاتمة السورة وأن الوحي أعظم خصائص الأنبياء التي أعطاهم الله جل وعلا إياها، إذ قال جل شأنه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا كله موضوع الحلقة أو اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزل